السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ واشركم مبروكه. الله يدخل عليكم العيد بالصحه والعافيه يا ربي. اليوم بغيت نوجد معكم واحد لاطاغ ديال الحامض العيد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم المقادير. المهم هنا عندي كاس ديال الزبده، ها هو ذوبته، وعندي هنايا واحد الفانيلا وحده، وعندي هاد الخماره ديال الحلوى غندير غير النص ديالها، ما غنديرهاش كامله، وعندي بيضه، وغندير 2 معالق ديال السنيده. بقاو معايا حتى نكمل الفيديو. المهم انا عندي هاد الكاس هذا قد ديال العنبه هو اللي غنعبر به الطحين. عندي هنايا الكاس الاول، عندي الكاس الثاني، عندي هنا الكاس الثالث. والطحين يكون الخاص بالحلوى، ما يكونش طحين عادي باش تجيكم لاطاغ زوينه. عندي هنايا غندير 3 المعالق ديال السنيده، عندي واحد الكيس ديال الفاني، واحد الرشه ديال الملح، خماره ديال الحلوى درت النص، وبيضه كامله، وهاد الكاس ديال الزبده اللي دوبت. انا غادا نعجن ولا ما تجمعتش ليا العجينه غنزيد واحد الجغيمه ديال الحليب نسخنها ونجمع بها العجينه. وهي هاد لاطاغ راه ما كتبغيش تشدلك، تجمعيها غير بالصباع. انا كنجمع فيها غير بصبعان. صافي دوك المقادير اللي درت صافي جمعوا لي العجينه، ما احتاجيت الحليب لا والو. في حاله على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا. الا كان الطحين كيشرب تقدروا تجمعوها بالحليب، داكشي اللي بقى لكم في ما تجمعش كتجمعوه بالحليب. صافي ها هي العجينه، ها هي جمعتها. غنخليها ترتاح واحد شويه علين ما نصاوب دوك المول. انا ما غنديرش المول الكبير، غنديرهم فرديين ان شاء الله اليوم. صافي دابا انا بديت كنعمر في هاد لي طاغط، كنبقى غادا معاهم بشويه بشويه حتى كنعمر هذوك الجناب. كنتمنى تجربوا هاد لي طاغط، راه كيجيو زوينين ولذاذ كيبغيو من الوليدات. صافي كنقاد بحال هكا. صافي هما كملتهم دابا كاملين، عمرتهم كاملين، درت 10 الوحدات. غندخلهم الفران يطيبوا، نمشي على الفران غير من التحت يطيبوا ان شاء الله، يتحمروا وندوزو نصوبوا الكريمه. المهم هما لي طاغط هما طابوا، هما خرجتهم من الفران، هما كيفاش جاو. ما تخليوهمش حتى يتحمروا بزاف، غير يصفاروا. لا طاغط ما كتبغيش تحمر بزاف. صافي دابا غادا نبدا نعمر فيهم بالكريمه. صافي خديت هنا واحد السيطرو ديال الحليب، وهنا عندي 4 كاس ديال السنيده، وعندي النشا. غندير هاد 4 كاس سنيده
وغندير 2 معالق ديال النشا، نخلط بالفوي وغنطيب فوق البوطه يطيب حتى يطيب تصاوب لنا الكريمه. عاد غنزيد على العصير تاع الليمون. صافي دابا ها هي جبتها فوق البوطه، غنبقى نحرك حتى تصايب ليا الكريمه. عاد غنزيدها العصير ديال الليمون ان شاء الله. صافي دابا ها هي الكريمه ها هي عقادت عندي، ها هي كيفاش ولات، كنتمنى تبان لكم. صافي دابا ملي عقادت الكريمه غنزيد هاد الكاس ديال الحامض صافي وغنخلط. انا ما قلتش لكم راني حكيت القشره ديال الحامض، درتها مع الحليب باش كتجي ديك الكريمه فيها النسمه ديال الحامض. صافي ملي كتبدا الطبخ بحال ما هكا كنزيد هاد المعلقه ديال الزبده صافي وكنطفي البوطه. دابا غنبدا نعمر فيهم بالكريمه. هما لاطاخ ديالنا ها هما وجدوا، هما كيفاش جاو غزالين ولذاذ بزاف بزاف. كنتمنى تجربوا الطريقه ديالي، راه كتجي زوينه. هاد العجينه ديال لاطاخ كتجي غزاله بزاف. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه، والسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.